السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين اسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راني عاودت وليت بعد غياب طويل جدا، سامحونا على الغياب، كان بسبب ظروف شخصيه والحمد لله راني جبت الباك. وهذه هي راح نعاودوا نرجع باذن الله بدايه قويه وفيديوهات جدد ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم راح يكون عباره عن كاطو صابلي لحفله تاع التخرج ولا حفله تاع الباك ولا اي حفله تاع نجاح درتو. راح نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نحتاج 2 حبات تاع البيض، 125 غرام تاع سكر كلاسي، 150 غرام تاع مايزينا، 200 مليلتر تاع الزيت، و450 غرام تاع الفرينه. اول حاجه راح ندير 2 حبات تاع البيض، نزيد معاهم السكر كلاسي ونخلطهم بالباتر. الباتر هذا فيه غير يد وحده، ملي كان عندكم باتر كومبليت خلطوا به كامل كيما هاك. لازم نخلطوا الخليط مليح مليح. شوفوا هنا بعد ما خلطته مليح راح نبدا نزيد المايزينا، درتها صفيتها كيما راكم تشوفوا، لازم تصفوها. درت كامل كميه المايزينا اللي عندي، وراح نكمل نخلطها بالفوي كيما راكم تشوفوا. هي هنا نورمالمون ندير الزيت هو الاول قبل المايزينا، مي انا عكست بيناتهم، درت المايزينا الاولى ومن بعد درت الزيت. ونزيد درك الكميه تاع الزيت اللي عندي، راح نبدا نزيد فيها ونبقى نخلط حتى نمزج كامل المكونات مع بعض. دوكا راح نزيد مغرف كبيره نتاع لافاني، تقدروا ديروا لافاني يعني كتجي ليكيد كيما هكا ديك مليحه، خير من هاد البودر. خلطتها مليح مليح بالفوي، يعني بلا باتور، يعني خلطتها مليح بالباتور باش كلشي يتخلط مع بعضه. هنا دوك نبدا ندير في الفرينه وندير معاهم نص باكيت تاع خميره الكاطو، ما ديروهاش كامل، ديروا غير نص ولا مغرف صغيره. الفرينه هنا ثاني ما تنساوش تصفوها، لازم تصفوها هي والمايزينا لازم يتصفوا. الفرينه هنايا ما ديروش كامل الكميه اللي عندكم، ديروا لموا العجينه حتى تلايم تولي عجينه طريه. قادر ديروا كميه كومبليت تاع الفرينه وتجيكم ناشفه، وقادر ديروها وتجيكم يعني ماهيش شاده روحها مليح. دونك لازم ديروا على حسب الكميه، يعني على حسب ما تكون العجينه طريه. دوكا هنا كيما راكم تشوفوا لميت العجينه وراهي طريه تكون بهذا القوام. دوكا راح نبدا يعني نقطع فيها باش نبدا نصنع الحبات نتاع الصابلي. اول حاجه هنا كما راكم تشوفوا قسمت الكميه على 2، لانه هاد العجينه اللي درناها تطلع لكم كميه كبيره. حوالي قطعت لي انا كاش 25 حبه وقيله من الصغير كيما هاك، يعني كومبلي كي كمل قطعت لك 25 حبه، يعني هكا كيما نقولوا حنا تقطع لك كيما تلصقيهمش مع بعضهم، يقطعوا لك كاش 50 حبه هكا ولا اكثر على حسب ما ترقي العجينه. وهنا لا قوتوا الخماره ماذا بكم كتحلوا العجينه حلوها شويه رقيقه، مي الا ما درتوش بزاف في الخماره حلوها تكون متوسطه. دوك نوريكم القوام تاعها كيفاش كنحلوها. حليتها بالحله الفوق الصاشيه فوق البورصه هذه باش تعاوني نرفدها، يعني باش تجيني سهله تسهل عليا العمليه تاع الطابي. شوفوا كيفاش خدمتها، انا بورصه نورمال قطعتها كامل طويله وخدمت بها. جبت هذا المول مدور كيما راكم تشوفوا، عندي هذا المول خدمت به. فوالا شوفوا السمك تاعها شعال هكا باش تعرفوا شعال ديروها. انا درتهم بهذا السمك كيما راكم تشوفوا. نحطهم في سنيوه. هنا السنيوه هذه رشيتها من قبل بشويه تاع فرينه، ما راهيش باين هنايا ملي كملت عاودت كمل رشيتها بالفرينه ونبدا نخدم في الحبات نتاوعي. بيان سور حليت يعني خليت الكلشي شعل تحمو باش كي نكمل السنيوه تاعي كومبلي نحطها طيب. كيما راكم تشوفوا حطيت كامل الكميه نتاع الصابلي تاعي طيب في الكوشه، وبعد ما خليتها طيب دوك راح نوجدوا كريمه الزبده اللي راح نحشيو بها الصابلي تاعنا. اول حاجه درت 100 غرام نتاع الزبده نتاع المارغرين تكون ذايبه بدرجه حراره الغرفه، ما ديروهاش تكون جامده بزاف. زدت معاها 2 مغارف كبار نتاع السكر كلاصي، خلطتهم مليح مليح بالباتور حتى ولات لي بيضه كيما راكم تشوفوا. راح تبقاو غير تخلطوا حتى زبيان، وزيدوا معاها شويه تاع لافاني. هنايا درت ثاني 2 مغارف كبار نتاع لا كريم شانتيي باش الزيت تطلع لي ثاني. وكيما راكم تشوفوا هذه هي الكريمه تاعنا.
بعد ما طلعت لي مليح ورجعت بيضاء غطيتها وخليتها تبرد في الكونجيلاتور، يعني درتها في البوشادوي وخليتها تبرد في الكونجيلاتور. وكما راكم تشوفوا هنا بعد ما طاب الصابلي تاعي حمرته كما راكم تشوفوا تحميره خفيفه. وكنجيب يعني خصفتو كامل كيما هاك باش يسهل عليا طريقه العمل. وجبت كريمه الزبده اللي عمرتها في لابوش كيما راكم تشوفوا وعمرت بها كامل، درت هكا دائره يعني دويره كامل على الصابلي. وهنا راح نعمرها بكريمه تاع المرجان شوكولا مرجان. تقدروا تعمروها باي حاجه باش بالمعجون، قادر شوكولا، قادر اي حاجه بغيتوها، ولا تخلوها كيما هكا سامبل نورمال. مي لازم تعمروها باش تجيكم بنينه اكثر، لكم الاختيار يعني قادر تعملوها بشوكولا، قادر بالمعجون، اي حاجه بغيتوها ولا اي حاجه متوفره عندكم في المنزل. هنايا كما راكم تشوفوا عمرت حبات كيما هاك، قسمت الكميه يعني حبات عمرتهم بكريمه الزبده والمعجون شوكولا عفوا، وحبات خليتهم هكا خاويين باش نحطهم من الفوق. هذه الحبه اللي راكم تشوفوا فيها دارها خويا عبد السلام، قال لي درتها وريها لهم، قال لي هو كان يصور لي مسكين، قال لي ديري لي، خليني ندير حبه، خليته يدير هذيك الحبه. بعد ما كملت خليط الصابلي تاعي وراح نبدا نكلاصيه. عندي هنايا شوكولا بيضاء راح نكلاصي بها الصابلي. شوكولا بيضاء ذوبتها هذه وزدت معها 2 مغارف كبار تاع الزيت هكا باش ما تجيكمش ناشفه بزاف كتكلاصيوها، يعني باش تكون شويه طريه. هنا كانت ناشفه وكنت مازال نزدلها الزيت، كي جاتني ناشفه زدت لها 2 مغارف كبار تاع الزيت. وماذا بيكم تزيدوا معها نشا ولا يعني مايزينا ثاني باش تشدوا روحها مليح الشوكولا البيضاء ما تذوبلكمش، باسكو معروفه الشوكولا البيضاء تذوب بزاف. دونك زدت لها الزيت وشويه تاع مايزينا زيدوها معها. كملت كامل الكميه كما راكم تشوفوا كلاصيت كامل الحبات نتاع الكاطو اللي عندي، حطيتهم في سنيوه تحتهم بورصه توجور البوصه باش تسهل عليكم طريقه العمل. دوكا راح نبداو في لا ديكوراسيون من الفوق. كما راكم تشوفوا درت لهم هذاك الموتيف، وهذه خدمتها بلا باتا سكر في هذا المول نتاع السيليكون كيما هاك، فيهم الورقه وهذيك الورقه انا درت غير ديك الورقه برك، كان كاين ستيلو ريشه وهذاك الاخر انا درت غير الورقه هذيك. فوالا خدمتهم بالمول هذا ودرتهم فوق الحبات نتاع الصابلي، لصقتهم بشويه تاع الماء، درت شويه تاع الماء في الحبه في هذاك الموتيف تاع لاباطا سكر كما راكم تشوفوا، لصقته من الفوق. وراح نزيد معاه موتيف نتاع مبروك النجاح، وقادر ديروا اي موتيف كان عندكم. وهذا هو الكاطو تاعنا بشكل نهائي. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نحتاجوا مره اخرى على الغياب باذن الله، رانا عودنا ولينا. ان شاء الله يكون عجبكم الكاطو تاع اليوم، يعجبكم الديكور، وان شاء الله تصيو ويجيكم شباب. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء. ما تنساوش ديروا جيم، ابونيو في لاشين، وحطوا لنا رايكم في لي كومونتير.